السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بانكيك نباتي بدون بيض وبدون زبدة وبدون زيت وكمان بدون شوفان، جلوتين فري. بانكيك بدقيق الحمص، صحي وحلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. عندي هنا في الاول كوباية من دقيق الحمص، حطيت عليهم 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة من القرفة، ولو مش بتحبوا القرفة ممكن تضيفوا فانيليا. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس. وعندي كمان معلقتين من السكر دايت، انا هنا استخدمت سكر ستيفيا. وعندي كمان 150 ملي من اللبن اللي هما نص كوباية زائد معلقتين كبار. انا هنا استخدمت لبن جوز هند، ممكن تستخدموا اي نوع لبن انتوا بتحبوه. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس، وهو ده الخليط المفروض هحصل عليه. وكده خليط البانكيك خلص. سهل وسريع ومش بياخد اي وقت وبدون مكونات كتير. وفي طاسة غير لاصقة بدون اي مادة دهنية هحط خليط البانكيك على نار متوسطة، واسيبه كده لغاية لما احس اللي هو نشف من فوق. واقلبه بقى على الناحية التانية، وهياخد على الناحية الاولى تقريبا حوالي 3 دقايق، وعلى الناحية التانية برضو اسيبه كده حوالي دقيقتين. اهم حاجة في التسوية بتاعته ما استعجلش عليه وانا بقلبه، وعشان بس يستوي تمام. انا عملته احجام صغيرة مش كبيرة قوي، وعملوا معايا حوالي 6 بانكيك بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وهقدمه بقى مع اي نوع فاكهة. انا هنا قدمته مع كيوي وموز. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، والف هنا وشفا لكل اللي هيجربوا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.